السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشاهدي الكرام أينما كنتم داخل المملكة المغربية الشريفة وخارجها. مرحبا بكم إخواني على هذه القناة لنناقش بعض المواضيع والأخبار والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية. اليوم إخوان عندنا إن شاء الله مواضيع وأخبار جد مهمة، ممكن نقول عليها أخبار الأسبوع الماضي، لكن غادي نحاولوا ما أمكن نعرفوا علاقتها بالمغرب وتأثيرها على المغرب، ونطلب من كل اللي شاف هذه الحلقة إن شاء الله يشاركها باش تصل المعلومة. وهذا الأخبار كذلك نعرفوا جميع بداية انهيار الدولة الجزائرية ونظامها العسكري. فكل معطيات الإخوان تؤكد على اقتراب نهاية الحكم الانقلابي الشيوعي الذي أباد 250,000 من شعبه، فكيف لا وقد شرد 350,000 مغربي يوم العيد. وحتى الشعب الجزائري إخواني عليه أن يعرف حقيقة نظامه الفاسد المجرم الذي لا يقتصر على خنقه وإذلاله، بل أسقط الدولة في دوامة من الانهيار والعزلة. المهم إخوان، أخبار الصراحة غادي عاملة ماشي غادي تعمل، هي عاملة جلطة دماغية. الحكام المرادية تبون وشنقريحة خاصة هاد الأيام عارفين بأنهم كيعيشوا واحد العزلة قاتلة في محيطهم الإفريقي وحتى مع حلفائهم التقليديين كروسيا مثلا وفرنسا، وهم حاسين بالوحدة والحقرة فين ما مشاو كيتسدوا لهم البيبان. وهنا غادي يبان لهم مزيان العداوة مع المغرب والفشل ديال فكرة تقليد المغرب وحصار المغرب. وقبل ما نمر الإخوان الخبر الأول ديالنا أو الأخبار اللي عندنا واحد اللقطة من واحد المشهد طريف جدا، وهو الطريقة التي ردت بها الإمارات على النظام الجزائري. وعارفين بأن كما شنو وقع مع ديك التلفزيون الرسمي الجزائري في سب الدولة الإماراتية ورموزها، سبهم بأقدح العنوت. وهنايا غادي نوريكم واحد اللقطة كيفاش ردات عليهم الإمارات غير بطريقة فنية. عفوا، شوفوا غير واحد الفيديو ونسمعوا ليه. شوف الطريقة المهنية. السلام في هذه الدول وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة. وفي الختام أجدد التأكيد على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر معالي وزير خارجية المغرب على كلمته. والآن أدعو معالي السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية رئيس وفد الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. شوفوا هنا كي غيتصرفوا المسؤولين ديال قناة سكاي نيوز. شوفوا كي غادي يديروا مع عطاف. لإلقاء كلمته فليتفضل. شكرا فخامة رئيس
القمة يشرفني أن أتلو نص الرسالة التي يوجهها أخوكم الرئيس عبد المجيد. تابعنا كلمة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. هو أكد على أهمية اليوم مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. قال إن المملكة المغربية ستعيد فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاق دام 13 عاما. التغطية مستمرة للقمة العربية التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد. نتحول مباشرة إلى استديوهات سكاي نيوز عربية في بغداد مع الزميل سامي، وهذه القراءة السياسية لكل المواقف. إن كان أمين عام عربي هو الملاذ وهو الامتداد وهو المصير المشترك. اسمحوا لي في بداية شتي إخوان كي يتعاملوا مع الخطاب ديال العطاف، يعني هذاك الرد، يعني رد قناة سكاي نيوز عربية وبكل هدوء إخوان ومهنية وبدون ضجيج ولا صخب ولا بروباغندا، قامت بالرد على مجيدو زعيم العصابة بذكاء شديد. فنقلت هنا سكاي نيوز كلمة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال الجلسة الافتتاحية ديال القمة العربية المنعقدة في بغداد، في حين قطعت بث المباشر لكلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. وفي ديك اللحظة، في لحظة كلمة هذا الأخير، وبطريقة فنية بدأ المذيع على التعليق على ما جاء في كلمة ناصر بوريطة، ثم عاد لنقل كلمة وزير خارجية السوري أسعد الشيباني. هنا سكاي نيوز أظهرت إخواني للعالم أن كلمة عطاف ليست بالأهمية كي يتم بثها. والصراحة هذا هو الرد الصائب والمهني لقناة سكاي نيوز على نظام الكابرانات الذي بث في تلفزيونه الرسمي كما تعلمون واحد المونولوج كبير ما خلاو ما داروا في دوك الناس في الإمارات، في الرئيس، في الدبلوماسيين ديالهم، في كاع في الرموز ديال الدولة بالسبان يعني بواحد أسلوب قذر. هذا من جهة هذا الخبر غير بنا نوريو كيفاش الناس كتعامل بمهنية وكيفاش كترد بطريقة فنية من غير داك الضجيج وداك البروباغندا وداك الكذوبات والإعلام والصحافة والهضرة الخاوية. وهنا خبر الثاني الإخوان هو يتعلق بالقوة الدبلوماسية المغربية الملكية. تقولوا لي كيفاش؟ فهاد سميتو يعني هنا القوة وصلت يعني من مكاسب ديال الدورة ديال 34 لمجلس جامعة الدول العربية والعراق أن هذه الدول كاملة تقريبا ديال الدورة أيدت ترشيح المملكة المغربية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن بين الفترة 2028 و 2029. ودعت هذه الدول تقريبا الصديقة لدعم ترشيح المغرب، وذلك بجميع الاتصالات اللي عندها مع الدول الكبرى، مع المهم التدخلات ديالها غادي تدعم المغرب لحصوله على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. لكن إخواني المغرب عينه كبيرة، فالمغرب اليوم عينه على مقعد دائم في مجلس الأمن، وخاصة في ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح استحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن للدول الإفريقية. وكان الاقتراح كان دارو بايدن في عهدة ديال بايدن، وأكدت لي ليندا توماس هذيك المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن بلادها تدعم استحداث
مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن، ومقعد لهذيك الدول الجزرية. الدول الجزرية الصغيرة هما دوك الدول الصغار اللي مكونين تقريبا من الجزر، وهما تقريبا شي 39 دولة، ويوجدون ولا يقعون في مثلا المحيط الهادي، وكاينين في بحر الصين، وكاين في البحر الكاريبي، وكاينين فين في المحيط الأطلسي كذلك، بحال جزر البهاماس، بحال البحرين مثلا، بيليز، دوك جزر القمر قلنا، كوبا، الدومينيكان، الفيجي، غيانا، الهايتي، جامايكا، هذوك جزر المالديف. فهما كتار، وكيحاولوا يخلقوا، هذا اقتراح أمريكي الأمم المتحدة، على عمل 2 لإفريقيا وواحد لهاد الدول. وعلى لسان المندوب الدائم ديال المملكة المغربية عمر هلال، اعتبر أن المغرب يعد البلد الذي يتوفر تقريبا على أكبر شرعية لتمثيل القارة الإفريقية والدفاع عن قضاياها ومصالحها. ويقول كذلك: ويعتبر المغرب عنصر استقرار في شمال إفريقيا، لأن أغلب الدول شمال إفريقيا خاصة تونس، ليبيا، يعانون هم أصلا من الأنظمة الحاكمة ديالها الضعيفة والتدخلات الأجنبية. ولكن يعتبر المغرب صراحة كدولة ضامنة لاستقرار المنطقة، مما يعزز شرعيتها في تمثيل شمال إفريقيا مقابل تمثيل مثلا جنوب إفريقيا أو نيجيريا للمنطقة الجنوبية. يعني مادام هما 2 مقاعد، فيكون مقعد لشمال إفريقيا ومقعد للجنوب، هنا بهدف تحقيق واحد التوازن بين إفريقيا الجنوبية والشمالية. وفي هذا السياق عبر بعض المسؤولين تقريبا الأمريكيين عن دعمهم لحصول المغرب على مقعد دائم بمجلس الأمن، وكذلك المملكة مؤهلة صراحة للانضمام إلى هذا مجال الأمن. علاش؟ بفضل مساهمتها في استبداد السلم والأمن في العالم، خاصة من خلال قوات حفظ السلام. ويعد المغرب إخواني من أكثر الدول التي نشرت جنودها في مهام حفظ السلام التابع للأمم المتحدة تقريبا منذ الستينات. ونتمنى الإخوان إن شاء الله يتحقق هذا الهدف للمغرب، وهو يستحق بجدارة. فكل علاقاته تقريبا مع الدول، خاصة الدول الإفريقية الصديقة، علاقة رابح. وهذه العضويات بحال العضويات يكونوا تقريبا عالميين. فغي يتهنى ذاك النظام مثلا الجزائري، فهو لن تقبل منه ديك أو ما يقدرش يخدم فيها دبلوماسية الشيكات والهبات. هذاك الشيء كيبقى مفضوح، ماشي بحال أنه كان تيحكر غير على بعض الدول الضعيفة الإفريقية اللي كان تيشريها بالفلوس على ود بن بطوش. تصوروا بأن دولة كاملة كما تيقولوا مقارة بالنظام ديالها بالشعب ديالها كلهم عبيد تحت رجلين بن بطوش. الدبلوماسية الجزائرية خدامة على بن بطوش. ما كاينش المصالح، أي اجتماع في العالم، في الأمم المتحدة، في ندوات، في القمم العربية، في كل شيء هما خدامين عند بن بطوش لا غير. واش نقول لكم،
فالمغرب كما قلنا عنده أصدقاء ومؤيدين من الدول الكبرى، وكذلك إخوان عنده واحد الرصيد في استبداد الأمن في إفريقيا وبعض مناطق العالم، وفي محاربة كما تعلمون أن المخابرات المغربية تبارك الله مجهدة محاربة الإرهاب والتفرقيع داكشي اللي كيوقع في العالم. وكانت يعني بزاف توصلت بزاف الأسرار ديال دوك الناس اللي كيعملوا هادشي ديال الضغط والتفرقيع، وعاونت بزاف الدول منهم فرنسا منهم ميريكان براسها منهم إسبانيا منهم، يعني خدات استبقات الأحداث. فالمغرب على هذا الرصيد اللي عنده ممكن يحصل إن شاء الله على هذا المقعد هذا، والنهار يحصل المغرب على هذا المقعد فالنظام الجزائري غينتحر أو لا غادي يدير شي مصيبة والله يحفظ. أما الخبر الموالي إخواني أخواتي هو كما قلنا هو مهم. علاش؟ لأن غادي يبين لنا نهاية تحالفات العسكر العجوز المتعفن، نهاية جميع هذوك المساندين أو حتى اللي شراو بمال الغاز والبترول لعزل المغرب وخلق تقريبا مناوشات ضد وحدته الترابية. انتم هادشي عارفينه، هادشي علاش خدام النظام الجزائري من 63 هو معاكسة المغرب في وحدته الترابية، وهذا كان السبب غير باش يتلهى المغرب في الصحراء المغربية وينسى الصحراء الشرقية اللي عارفين إن شاء الله وبإذن الله غادي ترجع للمغرب. والإخوان غادي نسمعوا البداية باختصار باش نفهموا النهاية القاتلة ديال النظام العسكري اللي هو بواجهة مدنية ديال تبون الذي لا حول له ولا قوة أمام عجرفة الجنرالات العجزة. أشنو عملوا أولا؟ أول ما عملوه هما ديك الحدث ديال القرقرات. عرفتوا القرقرات فيه هي معبر حدودي يربط بين المغرب وموريتانيا ويربطه كذلك بعمقه الإفريقي، يعني مع دول الساحل، وهو يقع على ديك الطريق الوطنية رقم 1 ويستقبل تقريبا يوميا المئات من الشاحنات والمسافرين بين المغرب وإفريقيا وحتى بين أوروبا وإفريقيا. لكن من 2020 عندما تحرر معبر القرقرات تلقت جبهة البوليزاريو مجموعة من الخسائر الدبلوماسية والميدانية. من ذاك العهد هما كينتجوا غير خسائر دبلوماسية، وهو تراجع واحد العدد كبير من الدول الاعتراف بهذه الجمهورية الوهمية، واعتراف كثير من الدول المغربية الصحراء على سبيل المثال الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا مؤخرا، واعتراف بهذا الحكم الذاتي من ألمانيا وبزاف. أما في الميدان فقدوا كل شيء، فقدوا القرقرات، فقدوا ديك الطلة اللي كانوا تيديروا على المحيط الأطلسي وكيتصوروا تما وكيشموا ريحة الهواء وكيصيدوا شوية الحوت، فقدوا المنطقة العازلة كاملة اللي كانوا تيقولوا كيغنيو وكيقولوا لهم الأراضي المحررة. مرة كيجيو تما كيطبقوا واحد جوج قرطاسات ولا كيديروا شي استعراض ولا كيديروا شي مؤتمر وكيبينوا في الإذاعات بأنهم عندهم أراضي محررة، ففقدوا هذه الأراضي. فدابا اللي دخل فالدرون كتقرر ليه المصير كما عارفين، يعني فقدوا يعني خسائر فادحة خداوها هاد الناس. وفهاد من 2020
اللعبة. الإحصائيات تقول بأنهم تقتل فيهم تقريبا واحد 120 فرد بين دوك القوات ديالهم وبين الجيش فيعني هاد القرقرات كانت أول نكسة من فكرة حصار المغرب. منين فقدوا الإخوان كل شيء في حصار المغرب بهذه الطريقة، بغا يسدوا عليه تقريبا ديك الطريق، اشنو داروا؟ ناضوا دشنوا واحد معبر ولا خط طرقي بين تندوفت والزويرات، دشنوه غير بيست، وصيفطوا واحد المجموعة ديال الكاميونات الشاحنات، شي يبقى اون بان، شي فسدت ليه السلعة، شي يرجع في الطريق، شي تقاضى ليه المازوت، لأن باش تضرب واحد 900 الكيلومتر تقريبا تيقولوا ولا 1000 من موريتانيا من تندوفت للزويرات ما سهلاش، وتمشي في البيست وتمشي في واحد الحرارة تقريبا ديال 46 درجة، كي داير هاد السلعة اللي غادي توصل يعني، وهي أصلا كانت جاية من الشمال الجزائري لتندوفت. تندوفت راه مكاينش جوج فيها الخضرة ولا شي سلعة أخرى، هي راس حاري، النص الجزائري فيها تيموت بالعطش والنص عطاوه لبن بطوش حاكم فيه. حتى الآن دابا راه بن بطوش هو اللي حاكم تقريبا كاع تندوفت، حتى الجزائري إلا بغا يدخل تندوف كيدوز على واحد باراج وكيقدم الوثائق ديالو، واحد النهار غيقول لهم بن بطوش ضروري يجيبوا الفيزا باش تدخلوا. هذا فشل اليوم الطريقة هذه فشلات كما كتعرفوا. ناض تبون من بعد داكشي هو يدشن عاوتاني نفس الطريق، دشنها وكان واقيلا مشى عندو ولد الغزواني ودشنو على أساس غادي يديروها قطرون، ومازالوا خدامين فيها من داك العهد كيتسمى. المهم الخطة باء ولا الخطة الثانية فشلت. اشنو داروا؟ ناضوا عاوتاني في 2022 نشأوا واحد الخط بحري غادي يجي من الجزائر وغادي يدوز على المغرب وغادي يدوز على طنجة وغادي يهبط حتى لواديبو، غيدوز واحد سيمانة ونص ولا أكتر باش يقولك يديروا خط بحري تجاري. شحال كانت كي دايرة التجارة اللي غتجي في واحد تقريبا أسبوعين ديال الطريق حتى هو الحقيقة هاد الخط هذا فشل. جات الباخرة الأولى وداروا ليها واحد البروباغندا والإذاعة كتهضر عليها والصور والصحفي ما خلاوهم يعملوا، لكن ما عاوداتش جات واحدة أخرى. مؤخرا دابا في 2025 ناضوا عاوتاني دشنوا واحد الخط، راه طالقين دابا واحد السفينة عاوتاني جاية قالك باش عاوتاني إحياء تجارة بين الجزائر وموريتانيا، وقال لك الجزائر غادي تصدر مواد غذائية مواد فلاحية اللي ما لقاهاش. بوصبع راك شفتوا بأن كل شيء ديال الطوابير من الحليب ومن السميد ومن حتى دابا الحوليد العيد راه الناس كتقاتل عليه، حتى هو داروا ليه طابور، زادوا طابور على طابور. والحصار الثالث يعني هادشي تقاضى لهم، حتى هذا الحصار ديال 2025 حتى تقاضى لهم هذا الحصار الثالث اللي غنقول لكم. عاد فكروا في هذا ديال 25 ديال الخط البحري عاوتاني. فالحصار الثالث هو إنشاء مغرب عربي بدون المغرب. النهار بداو فيه موريتانيا تبرأت منهم وانسحبت بشرف. شكون بقى؟ بقات الجزائر الشمالية والجزائر الجنوبية جمهورية بن بطوش، ومعاهم تونس الضعيفة، تونس ديال قيس، وليبيا ديال حكومة الوفاق ديال الدبيبة اللي راه هو راك عرفتو خبارو دابا نوصلوا ليها. لكن اليوم إخواني انتهى هذا التحالف الخبيث. فكيف؟ هنا ليبيا كما عرفتوا
أفادت الوسائل الرسمية ديالها المحلية الرسمية، وهادشي راه قديم، ولكن كنحيوه باش نفهمو الطريقة باش حاولت الجزائر تحاصر المغرب وتقلب عليها كلشي. بأن هذاك مجلس النواب الليبي أصدر قرار رسمي بتكليف النائب العام بفتح تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ومنعه من مغادرة البلاد. حميد دبيبة والحكومة الوطنية هي اللي دايرة يد في يد ديال تبون أولا النظام الجزائري، وخاصة هذيك هاد الأيام راه كانوا غادي يديروا واحد المناورة، هذيك المناورة ديال سلام 3 ديال واحد مجموعة سلام إفريقيا كانوا عملوها، وغادي تنظمت في 2023 كان حضرات فيها مصر إلى جانب الدولة البطوشية، وديك الوقت كان خبر آخر. لكن في هذه الدورة هذه ديال 25 انسحبت مصر أولا، وهذه كانت ضربة للجزائر. وهنا كان هذا من الخطة ديال من الضربات ديال الإمارات العربية، كتضرب غير تحت الدف. وهنا أكيد على أن الإمارات هي اللي ضغطت على السيسي وانسحب من هذيك الدورة. فأشنو بقاو غير هما والبوليزاريو وتونس وليبيا. دابا شنو وقع؟ مشات دبيبة، يعني استجابة لهذوك المظاهرات اللي داروا الشعب. ناض دبيبة خرج واحد الميليشيات اللي تابعين ليه، بداو كيضربوا الشعب، قتلوا تقريبا واحد 6. فالحكومة أولا النائب العام دابا هذا السيد هذا راه في التحقيقات. يعني هنا كيبان بأن حكومة الوحدة الوطنية غادي تسالى. علاش؟ لأن حفتر دابا كيجهز الجيش ديالو للسيطرة، لأن حاول يسيطر على طرابلس والتراجع. دابا عنده فرصة ذهبية باش يسيطر على طرابلس وينهي حكم الإخوان في ليبيا، وينهي نهاية حكومة الوفاق. وشكون كيدعم هاد حكومة الوفاق؟ لأن ما قلت لكم نهاية حكم الإخوان، فشكون كيدعم الإخوان هاد حكومة الوفاق الإخواني؟ هما دوك نظام العسكر، واخا ما كيدعموش وإنما كيحاول يقول بأنه كيدعمو. هو راه كيدير ليه غير الدسائس. كاينة دويلة قطر وتركيا، هادو هما اللي كيدعمو هذيك حكومة الوفاق. أما حفتر فكتدعمو الإمارات وكتدعمو مصر وكتدعمو السعودية وروسيا وفرنسا، ومؤخرا حتى الولايات المتحدة ولات كتدعمو. يعني كنظن بأن حفتر دابا عنده فرصة ذهبية باش يدخل على طرابلس ويمسح هذا الانقسام اللي داروا الليبيين، لأن جوج دابا ولاو بحال جوج دولات. فنتمناو أنهم يتجمعوا، وإلا تجمعوا على يد هاد حفتر فهذا عشان نقول لكم هذا هو نهاية حكم ديال العجزة في الجزائر. وممكن هادو يعملوا شي مصيبة، ويقدروا يديروا شي حرب مع المغرب مع ليبيا. المهم غادي يقدروا يديروا شي مصيبة لأنهم تلفوا، ما بقى لهم حتى حاجة. فتعرف ملي كتشد شي واحد وكتبقى تخانق وتزير عليه، ما تخرجش، ما تديرش، ما تريحش في قهوة، ما دير هادي، واحد النهار كينفجر، ما كيعرف شنو كيدير، كيبقى غير يغوت. داكشي اللي غيديروا هاد الناس هادو. هما تخنقوا دابا، تخنقوا من الجنوب، تخنقوا من جهة ليبيا، مسدودة عليهم من المغرب. موريتانيا مؤخرا دابا راه أعلن ولد الغزواني هادشي على لسان الصحف ديالهم بأن الحكومة الموريتانية خدت قرار أنها ما تعاودش تستقبل شي عضو أو شي مسؤول
من الدولة البطرشية. هنا كي يعني خنق الجزائر من كل الجهات. بقى لهم شكون؟ بقى لهم غير قيس كيدير شغلو فيهم، واخا راه خنق تا هو ديك تونس طيحها من الفوق للأسفل. كانت تونس يعني كان عندها واحد الاكتفاء ذاتي، كانت عندها واحد الحرية في الصحافة، كان عندها بزاف د الحوايج. وجا هذا وخدمها ديكتاتوري وشدوهم الجزائريين الحكم العسكري وردوهم كولاية جزائرية. فهما دابا كيصرفوا عليهم، كيخلصوا ليه بعض الموظفين، كيصيفطوا ليه الغاز، كيصيفطوا ليه السكر، كيصيفطوا ليه اللي خصو. واللي مهمة إخواني في هذا التحليل هو بعد أن حاولت الجزائر لعقود محاصرة المغرب بدعمها للانفصال والإرهاب، انقلب السحر إخواني على الساحر، حيث وجدت الجزائر نفسها اليوم دولة معزولة، وصنيعتها البوليزاريو قد تصنف بمنظمة كبابية. والجزائر دولة مارقة داعمة للمجموعات الكبابية والفوضى والكراهية والعنصرية. نوريكم واحد الفيديو ديال العنصرية دارت مع المغاربة نهار المقبور بوخروبة، شارت 350,000 مغربي أن أعبر عن بلا ما يحشم، بلا يعني ما عندهم لا دلة يا إخوان. نوريكم اش عملوا الأفارقة، تشوفهم في الكاميونات في الرموكات جامعينهم مساكين، حالة يعني شي حاجة بيزار. شوف Et puis aussi, quand nous arrivons, quand il y a beaucoup là-bas, on te maltraite, il n'y a pas de négociation dedans. Moi, il y avait beaucoup de choses qui là-bas, j'ai perdu là-bas. Il y avait même un qui était à côté de moi, c'est un frère. Il disparaît, je ne sais même pas qu'il est parti où. Vous voyez ce qu'ils m'ont fait? Moi, avec mes cheveux, ils ont coupé. Les gens ont couché avec nous dans le désert là-bas. Les policiers, c'est pas même les gens civils. Les policiers, même là. Il ne faut pas venir en Algérie est maudit. C'est maudit, c'est les gens maudits. Les Maliens, les Burkinabés et les Niger. Non, ils sont, il n'y a pas, je ne sais pas comment vous le dire. مساكين عاملين لهم fatigués là-bas à l'air là. Les Maliens, هما في كاميونات بحال les Nigériens, ils sont tellement fatigués là-bas. Je les monté les. واحد الحالة يعني ما يديرهاش. شتي دوك نهضروا على الإسرائيل، على إسرائيل ما كتعملش هادشي في بكري في الفلسطينيين. وهذوك كتار من هذوك الناس، كتر من الصهاينة الخدمة اللي كيديروا للناس. فهما هزوهم مساكين في كاميونات وداوهم ولاحهم في الحدود ديال النيجر وديال مالي، ومساكين مشاو على رجليهم، المهم بلا ما بلا ماكلة بلا حتى حاجة. حتى دوك الكاميون توصلهم غير تما ولاحوهم، وعرفتوا الصحراء كي دايرة. المهم اش نقول لكم بهذه الطريقة. هذه الجزائر كتكرس نفسها بأنها دولة منبوذة ومعزولة إخواني إقليميا، وأصبحت الآن دولة محاصرة كما قلنا. لم يبقى لها سوى قيس، وقيس غادي ياخذ تقريبا مصير الدبيبة إن شاء الله، وغيمشيو كاملين لمزبلة التاريخ. وهنا هذا الحصار هذا اللي فشلوا فيه غادي نشوفوا واحد الشاهد من أهلها، واحد الفيديو ديال قصير ديال بن سديرة، وهضر على هذا الحصار هذا اللي فكروا فيه الجزائريين يعملوه للمغرب، لكن كما قال بن سديرة انقلب السحر على الساحر. رانا ندوروا في زوج دول لأننا تغلقت علينا، رانا محاصرين، هذه حقيقة.
ناصر بوريطة راهو يطير من الامريكان لفرنسا، من فرنسا لصربيا لكرواتيا كذا، وحنا عندنا عطاف استقبل وزير خارجية تونس، سافر إلى تونس، هاو رجع لتونس، هاو راح لتونس، هاو راح لموريتانيا، هاو راح للصومال، قعدنا ندوروا غير في الزريبة هنا، لأنه دول أوروبا للأسف الشديد لا تريد استقبال أحمد عطاف، وواحد ما يستقبلنا. احنا جانا هاو وزير الدفاع تاع موريتانيا، هاو جانا وزير الداخلية والخارجية تاع تونس، هاو جانا وزير حكومة البرهان، هاو جانا نص موريتانيا، هاو جانا، رانا ندوروا في زوج دول لأننا تغلقت علينا، رانا محاصرين، هذه حقيقة. ناصر بوريطة راهو يطير من الامريكان لفرنسا، من فرنسا لصربيا لكرواتيا كذا، وحنا عندنا عطاف استقبل. سمعتوا؟ يعني هو شاهد من أهلها، شيات ديالهم مرة يشيت لهذا مرة يشيت لهذا مرة. هو تيقول لك بأن الزريبة ولات محاصرة، كانت فكرات تحاصر المغرب، والحمد لله احنا كنشوفوها دابا الآن كتعاني، خدات مشاكل، دارت مشاكل مع الجنوب كما كتعرفوا، حتى مع فرنسا، حتى مع لا إله إلا الله. غادي ندوزو لواحد الخبر قديم شوية ديال باش تعرفوا العقدة ديال المغرب عند النظام هي قديمة من عهد بوتفليقة، وحتى الشعب للأسف رباو على هاد العقدة هادي ضد المغرب. فهنا الكبرانات نفقوا الملايين، ينفقون إخواني الملايير ديال الدولارات في عهد بوتفليقة، في عهد داك الوزير الأول ديالهم عبد الملك سلال. نهار كان كيتحاكم واش نقول لهم؟ أن الدولة الجزائرية أنفقت في فترة حكمه $1 مليار من أموال الشعب الجزائري فقط بهدف تحطيم مشروع شركة رونو التي كانت في ذيك الوقت كتخطط باش تستثمر في المغرب. وقال هذا الوزير اللي دابا هو راه كيقضي عشرات السنوات في السجون الجزائرية، راه محكوم بتهم الفساد وتبديد الأموال العمومية، رغم أن هادو كاملين دابا اللي مازالين كلهم كيبددوا الأموال العمومية. لكن هذاك النظام غير هما كما كيقولوا مجموعات، فغير اللي فاق بكري تيحكم وتيشد الآخر كيدير الحبس. هذا هو النظام الجزائري. وهنا كيقول لك سلال بأن النظام بوتفليقة وربعته كانوا يستخدمون المسؤولين والدبلوماسيين والوزراء الجزائريين لتشويه وضرب سمعة المغرب، ومحاولة التأثير على المسار ديالو التنموي اللي كان بديناه الحمد لله مع محمد السادس حفظه الله. وكانوا كيصرفوا المليارات من عائدات الغاز والنفط لا لشيء إلا لضرب استقرار والطريق التنموي اللي خداه المغرب، وما كان لا حسيب لا رقيب، لأنهم اللي كيديروا كل شيء. لأن علاش ما قدروش يقلدوا المغرب؟ قلدونا في صناعة السيارات، كانوا كيركبوا كما شاهدتوا كل شيء، في أي حاجة حاولوا يقلدونا لكنهم فشلوا. حتى في الصناعة التقليدية، حتى في التراث بغا يسرقوه، بغا يسرقوا جليج كما عارفين، بغا يسرقوا القفطان، إلا أن داك الشيء واخا تسرقوه إلا ما كنتيش فنان فيه راه ما غادي تقنوش. واليوم كما قلنا ما زالوا يا إخوان على نفس الخط في محاولة ديال تقليد المغرب. ما كيحشموش يا إخوان. فكاع داكشي اللي داروا مازالين أي حاجة شافوها عندنا. مثلا دابا شنو داروا؟ عرفنا بأن جلالة الملك حفظه الله أعطى انطلاقة لأشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات. مخازن ومخازن والاحتياطات الأولية، عمل أول حجر أساسي لجهة الرباط وسلا والقنيطرة. وهذا نموذج مغربي مثلا
في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة. يعني لو وقعت حالات مثلا كوارث، زلازل، أي حاجة. وهذا الشيء واخا عملنا غير عملوا الملك غير في جهة الرباط، فهو غيكون تقريبا في جميع الجهات من طنجة حتى للقويرة. كاع الجهات اللي في المملكة غادي يداروا فيهم هاد المخازن. وناضوا حنا ما قلناش الحرب، حنا قلنا الكوارث. هاد المخازن اش تيكون فيهم؟ تيكون فيهم واحد التموين مثلا غذائي، الحاجة اللي ما كتفسدش مثلا، وكيكون فيه الأدوية والأسرة وداكشي كاع اللي كيتعلق بالتطبيب، ومثلا حتى من لي زومبيلونس وسميتو كاع اللي كيتعلق بالتدخل السريع. وكذلك كاين هذوك الأجهزة الكبار مثلا اللي كاين داكشي ديال الجرافات وهادي، وهادشي ديال وكاين عاوتاني داكشي ديال السكنة بحال الخزاين والأغطية. هذا هو اللي قلنا ممكن ينفعوا مثلا الله يستر في شي كارثة طبيعية مثلا في الفيضانات، في الزلازل. لكنهما ناضوا اشنو داروا؟ ناضوا في الأول داروا أعلنوا ديك البهرجة ديال التعبئة العامة، لا شيء باز زعما غير كيخوفوا بحال غيبغيو يخوفوا مثلا المغرب، أو لا يخوفوا مثلا مالي، ولا يخوفوا حفتر اللي ما زال تيحلف فيهم. فهما تفضحوا في هذاك الإعلان ديال التعبئة، يعني ما خداش داك البعد ديالو اللي بغاو في الشعب. يعني هذا الشيء هما كاع الأخبار يا أخواني ليست موجهة للخارج. أغلب الأخبار والأكاذيب اللي عند الحكومة الجزائرية موجهة غير للشعب. فتبون مثلا هنقولوا لها كمثال، تبون قال لهم سنستورد 1,000,000 نعجة، 1,000,000 يعني خروف ديال العيد. شحال جاب؟ ما جابش 1,000,000، جاب غير تقريبا واحد 100,000 ولا ما وصلاش. منين بغا يدل هذوك الجزائريين داروا لهم قرعة. دابا عندهم واحد الطابور يعني كيبدا من 6 الصباح حتى المغرب وقتاش، وكتلقى فيه ما عرفت شحال من كيلومتر. هذا راه إذلال للشعب. فالنهار علنوا التعبئة ما كلات ليهمش. منين سمعوا المغرب كيعمل هذا النموذج هذا، ناضوا واحد سميتها لجنة برلمانية في البرلمان ديالهم، وقالت ندعو للتأهب وتسريع إعداد الملاجئ تحسبا لماذا؟ للحرب. احنا ما قلناش الحرب، احنا قلنا تعبئة، بناء المخازن. فانت اللي بغيتي دير الحرب وكتستعد للحرب، الحرب يا إخوان راه ما هيش سلاح، ما هيش كثرة الجيش، كثرة الأفراد ديال الجيش وكثرة الخردة تكون عندك وكثرة الطائرات. الحرب الأساس ديالها هو التموين. اش غادي توكل للشعب، واش غادي توكل لهذا الجيش، واش تعطيهم مستلزمات طبية، اش تعطيهم يعني من تنوض الحرب. اش غادي يمشي يدير الدزاري مثلا من غدير ليه الملجأ يتخزن، اش غياكل فيه؟ فالملاجئ إخوان حتى إلا ناضوا داروهم كيديروهم ليهم ولولادهم، لواحد الطبقة ديال الحكام، هذوك الناس اللي حاكمين، أو الدولة العميقة في الجزائر. هذيك الطبقة كاملة هي اللي غادي تخزن وغادي يكون عندها تموين للداخل. لكن نقولوا الحقيقة كاع الثانية، وهو أن هذا النظام الخبيث إخواني لا يعيش إلا على التآمر والتدخل وزرع الفوضى في دول الجوار، تقريبا من المغرب وسير حتى الساحل، حتى لدول الساحل. ومن دول الساحل سير حتى ليبيا وسير حتى لتونس.
وزرع الفتنة والفوضى حتى في الدولة اللي نشأته. شكون نشأ الدولة هذه؟ مكانش الجزائر، نشأتها فرنسا، بغاو ولا كرهو. فحتى فرنسا ما سلمتش من الخبث ديال دولة الجنرالات. إخواني، نظام جزائري متعفن لا يعرف من الجوار إلا الفوضى يا إخوان، والتآمر ونشر الكراهية والعنصرية. وعارفين إخوان في هذا الوقت، في هذا العهد دابا اللي عايشينه فيه حنا، كاع الدول كتحاول تضامن بيناتها. كل الدول يا إخوان في العالم دابا تتحاول تبني جسور ديال التعاون والصداقة مع الجيران. قليل اللي كتلقاهم تحاربوا، غير اللي كيفكروا بحال هذا النظام الخبيث. إلا أن هذا السرطان شنو كيدير؟ كيبني جدار الإسمنت والأسلاك الشائكة بين جيرانه، جدار حدودي من الأسلاك كما شفتوه، والشبيك عاملين شبيك بين المغرب والزريبة، ودايرين دابا واحد الجدار بينهم بين تونس ديال العجرفة والغطرسة، وتيقول لك بأن تونس ولاية جزائرية. كيتكبروا على دوك الناس، كيضحكوا عليهم. وعندهم دابا جدار مع جدار ديال الفشل مع ليبيا. كل مرة يقول لك نتدخل، كل مرة نساعد، نحاول مساعدة حكومة الوفاق. لكن هي بصراحة بيناتهم كاينة مؤامرة لتخريب ليبيا، لأن إلا توحدت ليبيا، خاصة إلا جا حفتر وكان شي مسؤول الحكومة الليبية، على يقين غادي يرد بلادو اللي كتستغل دابا الجزائر وكتمص منها البترول على الحدود الجزائرية الليبية. شنو دايرين؟ بانين جدار مع ديال التآمر والخيانة مع دول الساحل، مع مالي كيحاولوا يقسموها وكيدعموا الأزواج في شمال مالي. يعني اش نقولوا؟ نظام الصراحة ما عمرو عرف يعني معنى حسن الجوار. لأن إخوان نظام لا يرتاح ولا يمكن له أن يرتاح ويعيش إلا وسط المستنقعات العفنة والخراب. ونعلم إخواني فكرة محاولة الجزائر حصار المغرب وعزله عن محيطه الإقليمي، انقلب السحر على الساحر، فالآن أصبحت معزولة ولها لا نقول أعداء وإن مطالب في كل جوار ديالها. القبائل في الشمال تطلب باستقلالها، يعني غادي تاخذ البلاد ديالها اللي في الشمال. وحفتر في الشرق غادي يطلب من الأرض ديالو اللي في الشرق. ومالي كتسال جنوب الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو، والمغرب كيسال الصحراء الشرقية. يعني فين غتمشي دابا من هذا الحصار؟ مبقى لنا والو، وهادو حتى واحد ما غادي يسمح بحقه. غير مع الوقت كل واحد غادي ياخذ القطعة ديالو وغترجع الجزائر كما كانت قبل ما تجي فرنسا، كتعيش صغيورة.
يعني الجزائر خلقت أعداء على راسها. إلا دارت الملاجئ إخوان ما يحميوش دوك الآبار النفط والغاز والمناجم الذهب. أما الشعب الجزائري المغلوب على أمره ما كنظنش غيتم استهداف ديالو، لأن الأهداف إلى نضت الحرب الأهداف غادي تكون لكل ما له علاقة بتمويل هذا النظام الفاسد العسكري. طولت عليكم إخوان بزاف، غادي نمروا غير لواحد الموضوع صغير ولا واحد الفضيحة واخا هي قديمة، فغير بغينا نشوفوا بن سديرة كيفاش كيضحك على النظام الجزائري وعلى الإعلام ديالو الفاسد. هذيك الدعاية ديال النفق اللي لقاو بين المغرب والجزائر، وباش انهم المغاربه ولا ما عارف قال لك يهربوا الكيف والمخدرات للزريبه. في الاخير اكتشفوا بان ذاك النفق هو نفق كان اكتشفته اسبانيا ودازت في الايداع على اسبانيا، كان بين سبته والمغرب. وغادي نشوفوا غير واحد اللقطه ديال بن سديرة ونيو هذا الموضوع هذا. انا كنحاول ندير التليفون هنا غير باش نسمعو. التلفزيون الجزائري قال لك حسب مصادر اعلاميه موثوقه نفق وكذا، ودخلوا روبورتاج تصور منا ومنا ومنا. هذا النفق هذايا جاب لي ربي انا شايفه قبل عامين وكيله ولا الله اعلم، شايفه في واحد الروبورتاج تاع تلفزيون اسباني، الله اعلم شايفه انا وكيله. شوفوا هذا وكيله قريبا هذا Si es el túnel para pasar droga. سبحان الله نفس النفق. خلينا نرجعوا للجزائر، ها هو نتاع الجزائر وين اسباني. سبحان الله يخلق من الشبه 40. وشني هذه صدفه ولا شني؟ يعني شوفوا الحفره هذه والحفره هذه، يعني شوف اذا كان نفس ولا لا. حتى هذيك الساشيه البيضاء اللي راهي في الطرف هذيك في بالي تشبه لها ولا لا. هذا التلفزيون الجزائري وهذا التلفزيون الاسباني. شكون اللي ورط؟ التلفزيون الجزائري ورط الاعلام الجزائري الزريبه، ورط الدوله. وجدت الدوله الليله بغالي راهو بيت في عنتر، الليله راهو بيت في عنتر. جيب لي قسام اللي يعطيك الخبر هذايا. روبورتاج مثل هذا يجب ان لا يمر. اخوان سمحوا لي طولت عليكم. كما قالوا شاهد من اهل علم، فشكرا على الحضور ديالكم، وعذروني الا كان واحد شويه ديال الارتباك. كما قلت لكم هذه تقريبا بدايه ديال هاد المواضيع، فأنشكركم بزاف وحاولوا تدعمونا. هذا ثالث فيديو عملته في هذه القناة. كنطلب منكم الدعم وبارطاجيو الفيديو وحاولوا تشجعوا هذا المحتوى المغربي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.